وصلنا قرية غرب سهيل. منظر النيل من هنا يعني حاجة فوق الفظيعة. الراجل الطيب ده اسمك ايه؟ اسمه محمد. الراجل يبارك الطيب لك ده هو اللي جابنا الرحلة الحلوة دي، يا عم احنا تحت امرك، وهو اللي هيقضي معانا اليوم، وهو اللي هتودينا التماسيح في اي وقت اللي انت ودينا عايز. البيت اللي فيه التماسيح هتفرج على التمساح. لو عايز تشيل التمساح يربطوا لك وانت تصور لا بيه. مش عايز اشيل التمساح، انا عايز ابص على التمساح. هي دي اللي بنسميها القرية النوبية صح؟ هي هنا صح؟ غرب سهيل. يلا بينا نخش على التماسيح بقى وعايزين تركبوا والحاجات الحلوة دي. شوف فاهم. خد يا جدعان حد ياخد جعران. ده ايه ده يا حزين؟ الراجل مديني 3 جعارين لينا هديه. جعران؟ ده بيتعمل، ممكن يتعمل منه فضه، ممكن يتعمل منه ذهب، بيتعمل على ايد خاتم. خد عليش. حلو ده. ده هديه يا باشا. جعران طيبين. في ماسكات نوبي، في عقايد كذا، في بلطومات، في جليد نوبي، اولادي وبناتي كبار. جو العطارة بقى والرمل في الازاز دي اللي بتتكتب بالرمل. دي. تفضل. في الجليب النوبي بس. كل مشغولات نوبيه دويه. تفضل صور من جوا كده شوف الدنيا. جليب اولادي. انت اسمك ايه يا باشا؟ انا اسمي زكريا احمد. زكريا احمد؟ ان شاء الله. انت بقى بتشتغل في الجلاليب النوبي والحاجات دي؟ ان شاء الله. زكريا وصام طيبين. انت طيب يا حبيبي. نورتونا. تسلم. في حاجه منوره باهلها. هناك في حاجه زي كده حلوه خالص. في منها مقاسات صغير كبير وسط. في اشكال كثيره هنا. البيت بص البيت، بص الرسومات اللي عليه نخش. هذا النوبي، هذا عربي جميل. بالله عم زكريا تفتح اوبا وحش. تمساح. ده تمساحين صح؟ دول 2 انا عايز اعرف هم ازاي بيربوه دي. يتربى عادي. ايوه ده بس ده ما بيطلعهوش صح؟ التمساح عامة بيصيم 3 شهور في السنة. بيصوم؟ 2 و3. يمتنع عن الأكل والشرب خالص نهائي، ولا في أي حاجة، بيقعد مستكن، ولا زواج ولا أي حاجة. في 3 شهور ما بياكلش؟ 3 شهور دول ولا حالة زواج ولا حالة أي حاجة، ولا بياكل ولا بيشرب. اسمه بيات شتوي. بيعمل هو البيات الشتوي بتاعه ده. يطلع بس على المية، يتنفس ويفطس تاني. ينزل تاني. ينزل في قاع المية 3 شهور دول. وبيفضل ثابت كده ما بيتحركش ولا يعمل أي حاجة؟ لا هو حاليا دلوقتي بياكل. احنا في شهر 10، بقول لك شهر 1 و2 و3 هم اللي. بس هم بيتعاملوا معاه هنا ازاي يعني؟ طبيعي. ما حدش بيفتح لهم بيدوا له اكل من هنا؟ السمك. بيرمي له سمك. سمك؟ بيرمي له السمك من هنا كده، بيصطاد له سمك من البحيره يجي يرميه له. بس المكان تحفه الصراحه. ده متحمر. لا ده متحنط ده. اهو التمساح الكبير ده حقيقي ده؟ اهو يا عم. عايز تحركه اهو بص واقف ايه، تحس ان هو وعايز احركه. بس ايه اللي يعني انا عايز اعرف ايه الهوايه ان هم يعملوا كده يعني ايه الهوايه ان هو يربي تماسيح كده كبيره عنده في البيت؟ هو قاعد ده بيعملوه. هو ده كده يعتبر بيت صح؟ هو هنا بيعملوه ده كمزار سياحي. السائح لما بيجي بينبهر بالتمساح. كان صغير قد كده وبيجي بالحجم ده كبير. عشان حاجه يا باشمهندس. اما اشوفهم طب هم هيعملوا ايه؟ التمساح ده مش ميت. مش ميت. استنى يا حازم، خليها هي تبقى عارفه تتحركوا ازاي. مفترسه. بصي يعني بصي. هو بيفتح بقه، هو فاتح بقه على فكره. بص اهي. بص ازاي لا مش جامد، مفيش. هذا عامله من هنا عشان بقه ما يجيش من الحيطه. لما يروح خلاص دي ماشيه اهي. خلاص هي كده عرفت منه. انتوا بتجيبوهم عندهم قد ايه بقى؟ بتجيبوهم صغيرين صح؟ بيكبروا عندكم كده، بس بيقعد قد ايه بقى عشان يوصل للعمر ده؟ 15 سنة؟ ما شاء الله. عشان يكبر كده؟
يعني هما فاتحين بيوتهم للناس تزورهم وتيجي في بيبقى زي كده اصغر، تماسيح اصغر من كده. اتفضل. الناس بتحب، ماشي، الناس بتحب ايه تتصور معاه، يمسكوا صغير يحب يتصور معاه. بس ده ما تتصورش معاه خالص. لا دول لا. هنا فيلم بتاع تمثل هنا فيلم بتاع احمد السقا، مافيا. كان في بيت هنا فوق هو اللي تمثل فيه كل حاجه. المكان تبص تلاقي هو هنا بيتعمل افراح الفرح عاملينه فوق، يبقى مكان واسع. ايوه كخارجي. يبقى في مكان واسع، حتى عاملينها للافراح، مكان عاملينها للافراح، وصل فيه المسرح ووصل فيه الفرح ما يقلش عن الساعة 1. ممكن بعد كده كمان لغاية الصبح، الساعة 6 الصبح تلاقيه شغال. والله فرح الساعة 1؟ الساعة 1 بقى بالليل؟ لا عادي، العريس ممكن يودي مراته ويرجع يقعد معاها. والله ايه ده؟ يعني هو يتجوز ويسيب مراته ويرجع يوديها البيت، وبعد كده في أي وقت بقى تاني يا إما بيعملوا الفرح بيقعدوا مع المعازيم لحد الصبح، بعد كده بياخد مراته بيسافروا، بيكون حاجز في أي أوتيل. بس هنا في أسوان هي لا ما بيتجوزوا ما بيطلعوش بره. لا بيديها الكركديه ماتيني، بس حازم بيديها الكركديه أسواني 10/10. حلو؟ تحفة. معلش حلو. السلام عليكم. التماسيح دي يخش عليه تماسيح متحنطة. بص منظر من هنا تحفة. حرام والله الحاجات دي، الأماكن دي تبقى فاضية كده بجد. المفروض إن هو ده وقت تعامد الشمس، المفروض الدنيا عندهم بتبقى أحسن من كده بكتير، بس الوضع اللي احنا فيه دلوقتي مختلف خالص. يعني الدنيا مريحة بطريقة وحشة جدا يعني. لا يا عم تصور ايه؟ ما هي مساحة خضة بقول لك ايه. تماسيح المتحنطة اهي. ده شارس الزاوية، ده غبي جدا ده.
فين ده؟ ده بص غابي ازاي؟ يعني ايه بيعمل ايه ولا حاجه؟ شرس. عايز كركديه، عايز بلح، عايز كمون، فلفل، شطه، الكلام ده اه التوابل دي كلها موجودة عند المحل نضيف، يعني مش اي حاجه. بس الدنيا مقفله خالص، يعني الناس اللي مقفله دي قاعدين يقول لك انا هروح. طب بصراحه كان جامد. حاجه جديده، وصلت يا حازم؟ حاجه جديده بصراحه. بس الجو هنا صعب جدا. بس التمساح عجبك؟ تمساح تحفه. تذكرة السد العالي ب 20 جنيه، وللطلاب ب 10 جنيه، وللأجانب ب 120 جنيه. 120 جنيه. ايه اللي بتولد احنا هنا يا جماعة في السد العالي. بص لو تلاحظ الميه ماشيه ازاي هنا. التوربينات شغاله، ففاتحين يعني ايه جزء بسيط جدا من التوربينه عشان تنزل الميه. فين بقى الخزانات؟ اهي التوربينات دي اللي انا بقول لك منظر روعة دي يعني. الخزانات دي اللي قافله الميه، بيفتحوا ثقب بسيط جدا من ايه ان هي تنزل ميه. لاحظت ان الميه هنا اعلى من هنا. الميه دي كلها محجوزه كده دي كده بحيرة ناصر صح؟ كده بحيره ناصر. وده عشان يفتح ما بيفتحش العين بقى فتحتها، لا بيفتح 1% 2 على حسب. هو متهيألي معمول من أيام جمال عبد الناصر صح؟ من ايام جمال عبد الناصر. اتقفل في السادات. اتقفل في أيام السادات. السادات اشتغل فيه. هو ما هو اتفتح في عقد. بس هو اختراع الصراحة. آلاف الناس اللي ماتت، ما هي اليوفط دي كلها اللي محطوطة، تبص تلاقي الناس اللي كانت شغالة فيه والنفق اللي اتعمل فيه هنا ازاي، ولما تشوفها على الحقيقة يعني ضخمة جدا. ده مدخل الأنفاق بقى اللي كانت تحت. هي اللي على الخزان، ده طريق ده السد من فوق، التوربينات بتاعت الكهرباء دي المدخل بتاع الأنفاق اللي هي مفتوحة تحت. أنا بقول لك بيفتحوا منها المية ايه؟ هي دي لسه موجودة زي ما هي. بص الناس كان شكلها عامل ازاي، كانوا شقيانين قوي. هو ده لما اتبنى واتكمل. ده هنا بقى لسه الناس كانوا بيبنوا بالحجر سلام. هنا كان لما عملوا لما هدوا اللي اسمه ده الاستعمار الانجليزي، ايام ما كان الانجليز مسكين. شوف دول كلهم ضباط كانوا بيشغلوا الناس دول، فالحاجات دي كانت بتحصل بالتفجير. كانوا بيفجروا المكان. إنشاء السد العالي. الصورة اهي. في صورة هنا كان جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر اهو. دي مداخل الأنفاق. مداخل الأنفاق وهي بتتعمل. لما حط حجر الأساس ده. عليها الأسامي اهو بتاعت مكتوب بفضل القائد الخالد جمال عبد الناصر، واللي افتتحها الرئيس أنور السادات. بص امتى بقى اهو 15 يناير 1971. افتتح الرئيس يوم الجمعة 1390 هجري، موت 15 يناير 1971. هو كانوا جايبينه بحيرة ناصر. يوم جميل بصراحة، تقريبا هيبقى أحلى يوم في السفرية، يعني هيغطي هلك الشغل. طبعا التاني ده بلدنا اللي في ناس كتير ما تعرفهاش. اوف على المنظر. بحيرة بحيرة ناصر صح؟ دي رايحة فين بقى؟ منك للسودان من اثيوبيا انا صح. تماسيح فين بقى؟ اغلبيتها في بحيرة ناصر. امال انت هنا كده فين؟ لا هنا مفيش، دي في بداية. دي بداية بحيرة ناصر بس قدام. البحيرة جوه لسه ما لها نهاية. ليه التمساح بصوت ايه؟ بيخاف من الصوت. يا جماعة دلوقتي في السوق القديم، أي بهارات عطارة أي حاجة عايزينها في المكان اللي هناك ده. لنا ايه رايك على العيش في السوق القديم اللي احنا
الحمد لله رحنا وزرناهم. كل ادوات باك تو السوق القديم جميل، وانا جبت كل حاجات المدرسه للولاد. وحازم ومصطفى اشتروا بهارات بقى وكزبره وحاجات حلوه قوي يعني. ومنظره وكل حاجه. الصراحة ما لقيتش أجمل من المناظر دي أختم لكم بيها الفيديو بتاع أسوان. كانت نهاية رحلتنا في أسوان. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. يلا نشوفكم على خير، سلام.